جبتلكوا طريقة حل مشكلة وقع الزهور من الفول. وقع الزهور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بيبدأ يقع وهو عمره شهر بالظبط، بدأ ما يبدأ يبدأ الزهار يقع. جبتلكوا الحل وحل سريع للمشكلة دي، واغلب الناس بتقول ده عادي وبيطنشوها وبيسيبوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الفول. طبعا عشان تحل المشكلة دي حاجة واحدة بس، والحاجة دي مش عند مهندس ولا اي حاجة، ولو اسهل على الكلام اللي انا بقوله لك ده هتلاقيه صح. قبل ما اقول لك على الحل ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي في تعليق. دلوقتي انت على حسب التربة اللي انت زرع فيها. لو زرع في تربة مالحة المية بتاعتها مالحة هيبدأ ان الزهار يقع معاك وتبدأ الورقة تسود معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تبدأ الورق تبدأ معاك بسواد بالشكل اللي انت شايفينه ده. لو انت زارع في حتة المية بتاعتها مالحة هيبدأ معاك يبان الطريقة دي. الحل ايه بقى؟ الحل ان انت ما تزرعش في ميتها مالحة، في ارض المية بتاعتها مالحة. ازرع في ارض المية بتاعتها نظيفة تشرب منها، عشان الفول ده بيحب المية. وهم برضه هم حلين. اول حاجة الارض المالحة، وتاني هام في الارض اللي هي في التربة اللي هي الرمل دي مش بتحتفظ بالمية. يعني ممكن كل 3 ايام تسقيها، لكن الارض اللي هي الطينة بتحتفظ بالمية بالشكل اللي انت شايفينه ده. في الارض دي بتشرب. لو اديتها طبعا ده بصر وبسقي فيه، طب لازم كل يوم بديله مية. طبعا انت لو سبته بس يومين تاني تلاقي الارض ناشفة زيها زي ده. يبقى الحل ايه؟ انك تروي وتسقه كل يوم، وحاول ما تزرعش في ارض مالحة الفول البلدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والسلام عليكم ورحمة الله.